السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. نتمنى تكونوا في صحة جيدة ان شاء الله. اليوم بغيت نقدم معكم حلوة دواس اتاي كتجي رائعة جدا، بسكوي لشرب الشاي كيجي رائع، مكونات بسيطة واقتصادي والاهم بكمية كثيرة. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. غادي نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي ندوزو لطريقة التحضير. في قصرية وضعت بيضة كاملة، من الأحسن البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ. غادي نضيف عليه بياض بيضة، والأصفر غادي نحتفظ به للتزيين. غادي نضيف نصف كأس من سكر سنيدة، وكيس من خميرة الحلويات، كيس من سكر فاني عفوا. صافي غادي نخلط المكونات جيدا حتى يندمجوا مع بعض. صافي كما شفتوا معايا، من بعد ما خلطت البيض جيدا مع السكر، دابا غادي نضيف كأس من الزيت. غادي نضيف ملعقة من قشور الحامض، تقدروا تستغناو عليه الا ما كانش متوفر عندكم، غير هو كيعطي طعم رائع لهاد الحلوة. غادي نضيف ملعقة من العسل. بالنسبة للعسل تقدروا تستغناو عليها، وإلا ما ضفتوهاش كملوا كأس من سكر سنيدة. انا وضعت غير نصف كأس من سكر سنيدة. صافي غادي نخلطوا المكونات جيدا مع بعض، وغادي نضيف نصف كأس من النشا، ونصف كأس من جوز الهند. من الأحسن يكون نوعية جيدة ويكون رقيق. صافي غادي نجمع المكونات جيدا، نخلطهم مع بعض، نخلطهم جيدا، ونبداو نضيفوا الدقيق. بالنسبة للمكونات هذا هو المكونات ديال الحلوة. صافي الدقيق عندي هنا غادي نضيف الكأس الأول والكأس الثاني من بعد ما نكونوا غربناه، وغادي نضيف كيس من خميرة الحلويات بوزن 8 غرام. صافي وغادي نبدا نجمع العجين. كما شفتوا معايا القوام ديال العجين مازال خفيف. غادي نبدا نضيف الدقيق الكأس الثالث بالتدريج. غادي نضيف كمية من الكأس الثالث. بقى نضيفو غير بالتدريج حتى نحصل على عجينة تكون لينة ومتماسكة وما تكونش قاصحة. كما شفتوا معايا كنضيفو غير بالتدريج، ما كنضيفوش دفعة واحدة حتى تجمع معايا العجينة. صافي غادي نضيف الكمية اللي تبقات لي. هاد الحلوى رفدات لي 3 الكؤوس من الدقيق الابيض. صافي هذا هو القوام ديال العجين بعد ما جمعتها. كما شفتوا معايا رطبه ولينه. دابا غادي نقسمها لنصفين، نصف غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي، والنصف الاخر غادي نسرحو نورقو باش نشكل الحلوى. ضروري تغطيوه بالبلاستيك باش ما تنشفش معكم العجين. صافي دابا غادي نجيب جوج بلاستيكات وغادي نوضع العجين وغادي نبدا نسرحها كما كتشوفوا معايا. من الاحسن استعنوا بالبلاستيك، ما توضعوش الدقيق باش ما تنشفش معكم العجينه. صافي كما شفتوا معايا، من بعد ما ورقت العجينه ما ترقوهاش بزاف باش ما تجيش الحلوى رقيقه بزاف. صافي دابا غادي نبدا نشكل فيها، والشكل كيبقى دائما اختياري على حسب الشكل اللي بغيتو نتوما. انا غادي ندير شكل دائري، تقدروا ديروه مربع مستطيل على حسب الاشكال اللي متوفره عندكم في الدار.
صافي من بعد ما شكلت الحلوى كما كتشوفوا معايا، هذا هو السمك ديالها، ما رققتهاش بزاف، خليوها شي شويه غليظه كما شفتوا معايا. هذا هو السمك ديالها. صافي غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. داك العجين اللي تبقى لي غادي نجمعو ونكورو ونعاود نسرحو ما بين جوج بلاستيكات. صافي هنايا غادي نوضع الحلوى كما شفتوا معايا في الصينيه اللي فرجتها بورق الطبخ، تقدروا تدهنوها غير بالزيت. كما شفتوا معايا من بعد ما كملت الحلوى كامله خرجت لي جوج صينيات. كما قلت لكم الحلوى كتخرج كميه كثيره. دابا غادي ندهنها باصفر البيض اللي احتفظت به في الاول، وضعت عليه القليل من الحليب باش يقدني الكميه الحلوى كامله. صافي غادي نبدا ندهن الوجه ديال الحلوى باصفر البيض كما شفتوا معايا. الحلوى دغيا كتوجد وسهله، مكوناتها بسيطه، والاهم كتجي لذيذه وبكميه كثيره. في هذه الاثناء انا مشعله الفران على 180 درجه، شاعل من الفوق ومن التحت. غادي نوضع الصينيه لتحت تتحمر من التحت، من بعد غادي نطلعها الفوق حتى تحمر الوجه ديالها وتاخذ واحد اللون ذهبي. والحلوى دغيا كتوجد ودغيا كتحمر، خصوصا محينت فيها العسل، ردوا لها البال، راه دغيا كطيب، ما كتاخذش معنا الوقت بزاف. صافي كما شفتوا معايا انا كندهنها بالبيض باصفر البيض، وغادي نزينها. والتزيين دائما كيبقى اختياري. عندي هنايا الكاوكاو كونكاسي، تقدروا تستغناو عليه وتوضعوا الزنجلان السمسم، او تقدروا تستغناو على الزنجلان وحتى الكاوكاو. تزينوها غير بالفرشاه، ديروا خطوط في الوجه ديالها. صافي غادي ندخلها للفران ونخليها حتى طيب. كما شفتوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى من بعد ما خرجتها من الفران. كتجي رائعه جدا، محمره هشيشه ومقرمشه في نفس الوقت. كتجي رائعه جدا، سهله وبسيطه وبكميه كثيره. بالنسبه الكاوكاو ما كانش عندي محمر من قبل، خليته حتى تحمر في الفران. انا وضعته هكاك ما حمرتوش من قبل كما شفتوا معايا. هذا هو هي الحلوى اللي وجدت معكم، كتجي رائعه جدا، رطبه ومقرمشه في نفس الوقت. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والى عجبتكم ما تنسونيش من لايك واشتراك، وتبقاو على خير.